يلا بينا بقى نجرب المكنسة الآلي بتاعتنا الروبوت فاكيوم ونشوف هتطلع شكلها ايه. هنبوت into test ونشوف كده نظامها ايه. فتعالوا يلا بينا. أول حاجة عملناها إن إحنا حطيناها على الشاحن علشان نتأكد تمامًا إن هي مشحونة، في الinstructions بتاعتها قايلين لازم تبقى fully charged قبل أول استخدام، فكل اللي أنا عملته إني وصّلتها بالبيز بتاعها وبعدين وصّلته بالفيشة واتأكدنا إن هي مشحونة، وبدأنا نجرّب. ده الremote بتاعه لازم الأول نضغط على زرار الon والoff اللي موجود في الbody نفسه قبل أي حاجة علشان يبدأ يشتغل. طبعًا حمزة هنا مبسوط بيه جدًا وفاهم إن هو لعبة وكان عايز هو اللي يبتدي، شغّله أول مرّة. فاشتغلت معانا وبدأت فعلًا تتحرك على طول وانطلقت في المكان، وأنا عايزة أقول لكم أنا بادئة بالliving room علشان مساحتها مش كبيرة أوي، وزي ما أنتم شايفين أنا شايلة السجاد من الأرض خالص الفترة دي. حاجتين 2 منبهين عليهم في الinstructions كويس أوي، إنه لازم نشيل من طريقها أي حاجة ممكن تشبك فيها. زي مثلًا أسلُك شواحن، ستاير طويلة واصلة لحد الأرض، أي حاجة نوع من أنواع العائق ليها يتشال من طريقها علشان هي شغّالة بالشفط، بقوة الشفط. ف لو شبكت في سلك، لو شبكت في حاجة هي بتُقف، يعني ده حاجة أنا لاحظتها فيها هي بتُقف. بس زي ما إحنا شايفين هي حمزة بيجري منها، فاهم إن هي هتجري وراه. آآ هي بتنزل تحت الكنب وتحت الكراسي، ودي حاجة جميلة فيها، زي ما أنتم شايفين لمّا بتخبط في حاجة بتغيّر اتجاهها، ودي حاجة كويسة جدًا، يعني هي مش بتعطل. لو خبطت في رجل كرسي، لو خبطت في حرف عالي، بتغيّر اتجاهها وبتكمّل. تعالوا أكلمكم عنها وأقول لكم حبة معلومات وإحنا بنتفرج عليها وهي شغالة. الجهاز جاي معاه 3 برامج تنضيف. أول برنامج اللي هو الauto cleaning أو التنضيف الذاتي أو التلقائي. هو بيعمل مع نفسه mapping للمكان وبيبدأ يعني يستكشف المكان، ولمّا بيخبط في حاجة بيغيّر اتجاهه، زي مثلًا زي ما قُلنا رجل كرسي، أي حاجة في البيت، وبيستكشف المنطقة اللي هو شغال فيها. تاني برنامج فيها اسمه الspot cleaning، وده بيركّز أكتر على منطقة معيّنة. لمّا بتختاريه من الريموت، عايزة أقول لكم ال3 برامج موجودين في الريموت وكذلك في الapplication اللي بينزل على التليفون، تقدري تختاري منه أي برنامج أنتِ عايزاه. الspot cleaning بيركّز على منطقة بس واحدة ثابتة، بتبقى في مساحة متر ويقعد يلِف لحد ما تتأكدي إن المنطقة دي نضفت. وهنا حمزة قاعد بيدوّر عليها مستنيها تطلع من تحت الكنبة. البرنامج التالت بتاعها هو الedge cleaning. الedge cleaning ده اللي هو يلِف في المكان في الedges حوالين الحروف بتاعة المكان. يعني الspot cleaning كان مركّز في منطقة معيّنة، لكن الedge cleaning أو الحروف بتاعته بيلِف حوالين مساحة الأوضة أو مساحة المكان اللي هو فيه. حاجتين حلوين أوي لاحظتهم في الجهاز، ولمّا دوّرت فعلًا في الinstructions لقيتهم موجودين. هو عنده الanti drop sensors، يعني عنده استشعارات بتخلّيه يعرف إنه في درجة أقل من المستوى اللي هو فيه فما بيقعش. يعني لو درجة سلِّم أو لو الصالة عندِك مستويات مختلفة زي عندي كده، هو الsensors دي بتعرّفه، فبالتالي ما يقعش من على درج السلِّم أو بالتالي ما يقعش في المستوى المنخفض عن اللي هو ماشي فيه. وطبعًا دي حاجة كويسة جدًا لأي حد عنده كذا مستوى في الliving أو في الصالة بتاعته أو يمكن عنده درجة سلِّم، بيبقى خايف تُقع أو يتكسّر من عليها، ولكن أو يبقى لازم يقعد يراقبه، ولكن في الحالة هنا مش محتاجين نعمل ده. الanti drop sensors بتعرّفه إن في درجة أقل، فخلّي بالك. حاجة كمان فيه لذيذة جدًا، إنه لمّا الشحن بتاعه قرّب يخلص أو بيفضى خلاص، الزرار الأخضر اللي ظاهر في الbody بتاعه ده بيتحوّل يبقى لونه أصفر عشان يعرّفك إنه الcharging بتاعه بدأ يقل.
وكمان هو بنفسه بيدور يشوف فين التشارجنج بيس بتاعه، بيروح عليه علشان يروح يعمل ريتشارجنج ويقعد ويشحن. يعني احنا مش مضطرين ان احنا نشيله ونوديه لحد التشارجنج بيس او القاعده بتاعته اللي بيشحن عليها. هو من نفسه السنسورز بتاعته برضو بتعرفه ان هو لا انت محتاج تشحن، فبيدور عليها ويشوفها هي فين ويروح عليها من نفسه يشحن. هنا انا كنت عايزه اختبر موضوع الدرجه. انا نقلت على الفاميلي روم وكنت عايزه اشوف الدرجه بتاعته، درجه السلم دي هيقع من عليها ولا لا. بس زي ما احنا شفنا هو غير اتجاهه على طول وكمل في ناحيه تانية والحمد لله ما وقعش. وزي ما انتم شايفين اللمبه الاخضر اتحولت لاصفر عشان هو كان عايز، كان بقاله كتير شغال وكان بقى محتاج يشحن. وزي ما قلت لكم هو بنفسه بيدور على القاعده اللي بيشحن عليها ويروح عليها علشان يشحن، طالما هي واصلة بالكهرباء يا جماعة. يعني لازم هي تبقى واصلة بالكهرباء علشان هو يعرف يقرأ مكانها فين ويروح عليها. هنلاقيه دلوقتي بدأ يعني بالراحة خالص، يعني بيخلص آخر شوية طاقة عنده ورايح على القاعدة بتاعته علشان يشحن. قولولي ايه رأيكم في الفاكيوم روبوت بتاعتي، وقولولي يا جماعة، اكتبولي في الكومنت سيكشن عايزيني اعمل ريفيو عن ايه المرة الجاية. ولو عايزين اللينك بتاع الروبوت عرفوني في الكومنت سيكشن كمان وانا اكتبه لكم. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. باي.